لحظة وصول السيد المحافظ لمدينة البحر الأحمر ليفتتح أكبر سوق سمك في مدينة الغردقة يوم الثلاث الساعة 4:30. قدام حضراتكم أهو بيقص الشريط يوم 20/12/2022. قص الشريط على بركة الله وافتتح حلقة السمك بالصلاة على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. مدينة الغردقة مدينة السحر والجمال اتطورت، اتغيرت للأفضل للأحسن. المكان والروعة والوجهة دي فين؟ طبعا على البحر مباشرة، على البحر الأحمر. هنا في الشارع ده كده مارينا، وهنا حلقة السمك الجديدة قدام حضرتك اهي. وهنبص طبعا واحنا داخلين على شمالنا جامع المينا الكبير، الصرح العظيم اهو. ده افضل جامع موجود واكبر جامع موجود في البحر الاحمر. جنب منه اكبر سوق سمك وافضل واحلى. هنخش وهنشوف مع بعض. النهاردة يوم الافتتاح يا جماعة، فرحة كبيرة، فرحة عظيمة فعلا. مصر بتتغير كل يوم افضل من اللي قبله، كل يوم في جديد، كل يوم فيه تطور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ادخل معايا كده ونشوف بقى السيد المحافظ هو داخل حلقة السمك اهو قدام حضراتكم. هناخد هنا مشهد وهنكمل وهنشوف البحر برضه، وازاي المبنى دي متنظمة ومعمولة بشكل هندسي جمالي ولا في الأحلام اهو. طبعا المبنى دي اتعملت في وقت قليل جدا وشغل عالي، شغل جميل، حاجة منظمة، حاجة تشرف، حاجة تليق بمصر وتليق بالبحر الأحمر. وشكرا لكل الناس العاملين على هذا الصرح العظيم. تعالوا بقى نقارن ما بين حلقة السمك القديمة والجديدة. مفيش وجه مقارنة. احنا طبعا صورنا حلقة السمك القديمة قبل كده وهي فيها السمك، وعملنا فيها فيديوهات كتيرة قوي. هسيب لكم في صندوق الوصف لو بتشوفوني من على اليوتيوب الفيديو بتاع حلقة السمك القديمة وهي فيها السمك. اما لو حضرتك بتشوفني من على الفيسبوك برضه هسيب لك الفيديو ده برضه في التعليقات. ادخل شوفوا الفرق بين ده وبين ده. هنا حاجة تانية خالص، حاجة ولا في الخيال. تعالى معايا كده وقرب. شايف النظام، شايف الهندسة، شايف الدقة. حاجة منظمة جدا جدا ومبنى كبير وعظيم، وكلنا فرحانين ومبسوطين ببلدنا اللي بتتغير للأفضل. يا جماعة والله مصر اتغيرت تماما كأنها جنة الدنيا. اللي ما شافش مصر يا جماعة يجي يشوف بلدنا عاملة ازاي. الغردقة بقت جنة، وشرم الشيخ بقت أفضل، مصر كلها بقت أحلى. وتحيا مصر، تحيا مصر. والله ما بجامل، والله حاجة زي الفل. شايف النظام؟ إن شاء الله بقى بعد الحلقة ديت ما تبدأ فيها حركة الحياة والتجارة تستمر وتشتغل هصورها إن شاء الله لحضراتكم وهي فيها التجار والسمك والحاجات الحلوة. تعال خد المشهد الرائع ده معايا كده اهو. مشهد جميل، حاجة حلوة خالص كلنا مبسوطين بيها. ده البحر اهو يا جماعة. بس صلوا على الحبيب النبي كده وتعالوا الاول شوفوا البحر كده اهو. المراكب، مراكب الصيد، وحاجة حلوة ولسه هتكون افضل لما بقى اللي تتملى بقى بالتجار والزائرين والحاجات الحلوة، والسمك بقى يعمر فيها كده. هنصورها بالليل وهنصورها بالنهار، وهنشوف حاجات جميلة ما شفناهاش قبل كده. طبعا السيد المحافظ افتتحها، وعلى بركة الله هتبدأ تشتغل إن شاء الله. وهنا كلنا فرحانين وملمومين حواليه. ربنا يعينه ويقويه. وبنشكر كل الناس اللي بتجتهد في شغلها وفي عملها، عشان بالعمل بيتحقق الأمل، بالعمل يتحقق الأمل. مفيش حاجة يا جماعة
بتعدي كده. لا، لازم شغل، ولازم صبر، ولازم اجتهاد. كل واحد فينا هيحقق أحلامه بالعمل. واحنا ان شاء الله مصر بلدنا هتكون افضل بلاد الدنيا، وهي فعلا افضل بلاد العالم حاليا. دي حلقة السمك اللي موجودة في مدينة الغردقة، اكبر صرح. حبايبنا اللي بيشوفونا من خارج مدينة الغردقة ومن خارج مصر، اتفرجوا على الجمال والروعة. وتحيا مصر، وتحيا الأمة الإسلامية، وتحيا الأمة العربية اللي شرفتنا في كأس العالم. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.